إلى موضوع آخر الآن، حيث دخلت كل من مؤسسة بيجو ورونو في قلب صراع جزائري مغربي على استقطاب الاستثمارات. معطيات تقابلها ازدواجية في الخطاب لدى ساسة باريس، فالمصانع تنجز بالمغرب والوعود في الجزائر. سيد أحمد هديبل. المغرب يرفض أن يتلقى دروس. أمام الانتكاسات المتتالية للدبلوماسية المغربية، حرك العرش الملكي المغربي لوبيته للتأثير في القرار الاقتصادي الفرنسي فأيام فقط عقب حديث فرانسوا هولوند خلال زيارته الأخيرة للجزائر عن وجود مشروع قيد الدراسة لإنجاز مصنع لعملاق السيارات الفرنسي بيجو، وفي خطوة تطرح أكثر من تساؤل حول ازدواجية خطاب ساسة باريس. أعلنت الرباط وفي خطوة استباقية عن تدشين مصنع بنفس العلامة بمنطقة القنيطرة. الجزائر بلد ثابت مستقر وعارف البعد نتاعو، عارف الاتجاهات نتاعو، عارف الخطوات نتاعو، لانه حاليا من يتساءل عن هذا الشيء انه المغرب قوي، فاقول لا، انما المغرب هو عباره عن اداه تتلاعب بها فرنسا كما تشاء في افريقيا. ومع توجه الجزائر لفتح مجال الاستثمار وفرض مكانتها خاصة في السوق الإفريقية رغم المنافسة التي تواجهها من الجارة الغربية، تبقى حسب الخبراء انعكاسات استثماراتها غير مؤثرة على الجزائر وتوجهاتها الخارجية. للجزائر مكانة متميزة في إفريقيا، وإذا تم إنجاز المصنع الذي تم الحديث عنه من طرف الرئيس الفرنسي في الجزائر، فإنه هناك أسواق مضمونة للجزائر ناهيك عن الاستهلاك الداخلي. باريس التي فقدت حصتها في السوق الجزائرية يبدو أنها انتهجت أسلوب الابتزاز والمساومة عبر منح الأولوية للمغرب قبل الجزائر في مشاريع كبرى للشركات الفرنسية الاستثمارية، وهو ما تجسد في مصنع رونو ثم بيجو.